السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير. مدارس بقى وشتاء وما عندكيش وقت ولا جهد، يبقى ايه؟ يبقى كشري الحلة الواحدة. يا سلام، كشري الحلة الواحدة يا ملك. تعالي اتفرجي بقى على الجمال والحلاوة. بصي بقى، شوية عيش محمص جميلة، شوية صلصة، شوية بصل اللي هو بيقولوا عليه ورد دقة، حاجة الله اكبر. طب تعالي نشوف اتعمل مع بعض ازاي. احلى كشري مصري اتعمل يا جماعه، شوفوا. وبدول يعني انا مش ببالغ، انا ما بعرفش ابالغ. الحلو بقول عليه حلو، الوحش وحش، زي ما بيقولوا كده. الحلو حلو لو قام من النوم، الوحش وحش لو استحمى كل يوم. بصوا بقى، كوبايه رز وكوبايه شعريه. الكوبايه الصراحه بتاعتي ربع كيلو، فانا ببقى عامله ربع كيلو شعريه على ربع كيلو رز على ربع كيلو عدس بجبه. بس هو ايه، هقول لكم بالكوبايات. يعني دي كوبايه رز هغسلها واصفيها، والعدس ده برضو كوبايه. عامل بالليل، يعني ربع كيلو عدس بجبه وربع كيلو رز وربع كيلو شعريه. تمام. الشعريه زي ما انتم شايفينها، بس هو العدس بجبه اللي من بالليل نقعاه، هغسله واشطفه، والرز هغسله وصفيه. وما كانش عندي صراحه الا مرمريه عقل وشويه سباكيتي صغيرين، قلت مش مشكله، دايما بعمل يعني عقل صغيره وكيس سباكيتي وكيس عقل. المره دي لا، كان عندي شويه سباكيتي قليلين، قلت مش مشكله، هستخدمهم يعني. صفيت خلاص العدس بجبه، وغسلت الرز وصفيته زي ما انتم شايفين كده. ممكن احطهم على بعض عادي، مفيش اي مشكله يعني. والبصل خرطت اهو. البصل احنا بنحب الورد كتير زي ما بقول لكم. الزيت كتير اهو. وحلو على فكره يا جماعه، زي ما كذا مره قلت لكم، الحله هي اللي غامقه من تحت ومحروقه، عشان ده الحله الصاج ما كانتش بتستحمل، فانا مخلياهم من زمان. الطقم ده مخليهم دولت للايه، للقليه. تمام. عشان ما حدش يقول زيت مش نظيف، لا يا جماعه. وبعدين انت حطي الزيت النظيف وحطي في حاجه نظيفه، احنا اللي هناكله. بس انا بعرفكم يعني، عشان قبل كده ناس قالوا لي الحله زيت محروق. قلت لهم يا جماعه لا، مش زيت. الزيت لو محروق ما يطلعلكيش البصله باللون الذهبي الجميل ده، عشان تبقي عارفه. هي بس الحله زي ما انتم لو تاخدوا بالكم. المهم بنحط، ولا حاطط ملح ولا حاطط اي حاجه على البصل. البصل حبه بحبه، بصوا ناشف ازاي وجميل. كان نفسي اسمعكم صوته وهو بيشخلل كده في الطبق. بحطه على المنديل اهو، بصوا. بقلب، بحط حبه صغيره عشان ايه، ياخد راحته. وتقلبيه ايدك على طول كده فيه بالشوكه. وبعدين بطلعه بقى اللون الذهبي، واسيبه كده على منديل المطبخ يشرب كده منه بواقي الزيت. زي ما انتم شايفين كده، صفيت الزيت كله بمصفى سلك، عشان هستخدم بقى الزيت ده. هاخد منه بقى يا حبايب قلبي للرز بقى والمكرونه بقى والصلصه بقى، عشان يبقى مطعم بريحه البصل. يا سلام. الطماطم ضربتها في الخلاطه اهي، وهصفيها. وزيت بقى وخل وتوم، انا بجهز حاجتي جنبي زي ما انتم شايفين. بصوا شويه الزيت الحلوين دول خدتهم من ايه، من اللي قلت فيهم البصل. هحلي فيهم، مش هحمر فيهم الشعريه زي ما انتم شايفين كده. دايما بحط سباكيتي كيس والكيس، فطبعا ما عنديش الا سباكيتي قليلين، مش مشكله، مش هيجرى حاجه. العدس منبوع من بالليل، فمش هيحتاج ميه كتير لما اسقيه، خلي بالكم. اهو. هناخد اللون الذهبي كده بتاع الشعريه، لون يبقى ذهبي كده حلو. نحط بقى عليه ايه، الرز بكوبايه الشعريه، حاطين عليها كوبايه الرز، حاطين عليها كوبايه العدس. زي ما قلت لكم، ممكن تقليه وحطوا العدس على، يعني العدس على الرز، مفيش اي مشكله، لغايه ما الشعريه تحمر تحطيها مره واحده عادي. بس انا سبتها في اطباق عادي. اهو بقى اول ما يخشول كده، وتسمعي صوت الخشوله دي كده بتاعت اللي هو ايه، يشرب كده الماده الدهنيه كده وتغلغل فيها عشان يبقى مفلفل. نحط بقى المكرونه بتاعتك، اي نوع بقى انت حابه تعمليه. وتقلبي كده كويس. وطبعا الميه في الكاتل بتغلي، اقلبه تقلبتين كده اهوت، واجيب الميه السخنه واحط. لما يكون العدس نقعاه ما بيحتاجش ايه طبعا ياخد ميه كتير، فيا دوبك كده بغطي يعني. لكن طبعا احنا عاملين كده في حله واحده. هشوفوا منسوب الميه دلوقتي حبايب قلبي. مش هنحط اكتر من ملح ابيض زي ما انتم شايفين. لو احتاجنا تاني هنحط، بعد ما نحط الميه هندوق كده ونشوف. لكن ايه، مش هنحط اكتر من ملح ابيض. انا دايما ما بحبش احط ملح كتير في الاول، عشان لما يكون الملح قليل تزوديه تقدري تدويه، لكن ملح كتير مش في كل الاكلات تقدري تدويه. بصوا الميه غليت اهي، وجبتها وحطيتها زي ما انتم شايفين كده. انا مش عايزه اكتر من الميه تغطيه، لان العدس كان منقوع زي ما قلت لكم قبل كده، فمش محتاجين ميه كتير يعني. يا دوبك بس كده غطيته عشان ايه، المكرونه والرز. هنسيبه يغلي طبعا على نار عالية عادي، ونظبط الملح وتدوقيه. اول ما يتشرب طبعا هتوطيه زي اي ايه، رز او اي مكرونة او كده.
لقيته محتاج سنة ملح حطيت له. اسيبه يشرب وبعدين ايه اوطش عليه لما يشرب خالص. يبقى كده خلصنا كمان باذن الله ايه يا حبايب قلبي الشرب. هنوطي بقى عليه، يعتبر كده ايه خلاص بقى هيستوي بقى مع نفسه وكده اهوت. فيعتبر كده برضو ايه هنا حطيت زيت برضو من بتاعة البصل. نولع كده النار. هنحط بقى في الزيت ده ايه بقى، وطينا على الرز. هنحط معلقة توم كده حلوة، معلقة توم كده صغيرة كده مليانة، هنحطها كده اهو، نديها اللون الذهبي في شوية الزيت بتوع البصل بقى. تخيلي طعم البصل بقى مع التوم بقى. طبعا ده توم انا مفرزاه، فلو انتي ما عندكيش هاتي راس توم وقشري نصها ودوقيها وحطي. احنا عايزين زي ما انت شوفي كده معلقة كبيرة كده ولا حاجة توم يعني. واول ما تاخد اللون الذهبي بقى عايزين نجهز بقى الخل جنبنا عشان نطفيها بالخل. بس طبعا دول كزبره لو حطيناهم في الاول هيتحرقوا، فهستنى لما التوم كده يخش على الصفار او اللون الذهبي يعني نحط التوم. الزيت قد ايه؟ ربع كوبايه زيت تقريبا يعني، ربع كوبايه زيت حطيت فيها معلقه توم كبيره. واول ما يبقى لونها ذهبي كده هنحط بقى دلوقتي ايه التومه اهو. شايفين كشري المحلات بقى بنظافه البيت يا حبايبي. احلى كشري بقى عباجي، كشري بلس، كشري يعني كل واحد بقى وايه والمحلات الكشري اللي في منطقته. نصفيها بقى بشويه الخل الحلوين دول، شويه خل كده نطفي بيهم التومه ونسيبهم كده بقى لما ايه نسيبهم كده لما تشربهم. شايفين لو الطماطم بتاعتك حبيبه قلبي في اللحظه دي، لو الطماطم بتاعتك مش حمرا قوي ممكن تحطي معلقتين صلصه، ملح وفلفل وكمون وشطه، ملح وفلفل وكمون وشطه. شطه طبعا للي حابب، مش يعني مش اجباري، ده اختياري للي حابب. اهم شوحنا شويه التوابل الحلوين. فزي ما قلت لكم لو عندك طماطم بتاعتك مش حمرا وعايزه تحطي صلصه حطي معلقتين صلصه. ما عندي طماطم حمرا زي عندي كده خلاص بقى حطينا الطماطم. طبعا في طماطم تانية راح اصفيها واجيبها عشان طبعا كنت مستعجله لما لقيت التومه بقى والكزبره خلاص بقى خدت اللون، قلت عشان ما يتحرقش نحط دول عقبال ما نصفي شويه الطماطم التانيين. تمام اهو. يعني بدل ما اشيل الحله واستنى لما تبرد والتومه تتحرق، لا حطيت شويه الطماطم اللي انا صفيتهم ورحت كملت ايه بقيه تصفيه الطماطم وحطيتهم. واول ما يسبكوا بقى ظبطي بقى ملحك، يعني احنا حاطين الملح والكمون والفلفل والشطه. ظبطي ليه انت ليه انا حطيت يا حبايب قلبي الشطه هنا، لان انا ما بعملش الشطه ام زيت، بتبقى صعبه جدا وثقيله جدا وما بنحبهاش. فبحط الشطه مع الايه مع الطماطم، وما بحب ما احطش كتير برضو خلي بالكم. يعني انا باخد بعد كده حبه طماطم، حبه عصير يعني متسبك زي كده الصلصه بتاعت الكشري يعني، باخد حبه وازود عليهم بقى شطه واحطهم في ازازه، احطهم في طبق للي حابب بقى ده يبقى شطه مركزه يعني شويه صلصه بتاعت من الحله يعني بتاعت الكشري، باخد حبه مثلا وازود عليهم كميه شطه محترمه كده للي حابب يزود شطه. تمام كده عملنا الصلصه نقص لها سنه على النار، وعملنا الكشري كده وقلبناه نقصله برده سنه. بصوا البصل بسم الله ما شاء الله حاجه تحفه كده وناشف وجميل ولونه ذهبي وجميل زي الفل، من غير ولا حطينا له دقيق ولا حطينا له ملح ولا حطينا له اي حاجه، بصل وقليناه بس. هنعمل بقى الدقه، معلقه توم كبيره متفرزه اهي، او لو عندك زي ما قلت لك راس توم قشريها ودقيها، شويه كزبره وكمون وملح. دقه والكشري روح على الكمون والملح عصرت 3 ليمونات بس عشان ما اطولش عليكم، حبيت ايه اعصرهم واجهزهم اهم، وشويه خل. يبقى ملح وكمون وكزبره وتوم وخل كده، خلي كده يجي فنجان، و3 ليمونات بقى، وزودي شويه ميه بقى وظبطي دنيتك، يجي كوبايه ميه كده ولا حاجه. ليه بحطه كله ني في ني، ما بحطوش على النار يا حبايب قلبي؟ ده صحي اكتر من اللي بيتغلي على النار عشان المعده والمريء، عشان المريء والمعده حبايب قلبي وما تتعبوش. فتبقى على البارد، ما بنحطهاش على النار خالص، على البارد يبقى الدقه موجوده، البصل خلاص. تعالى نشوف الصلصه كده خلاص تمام. تعالى نعمل بقى العيش مع بعض. مش لازم يبقى طازه، بصوا انتوا طلعاه من التلاجة عادي ما يجراش اي حاجه، مش لازم يبقى طازه. هنقطعه صغير كده يعني زي المثلثات كده او مكعبات براحتك خالص. قصيته اهو وهنقليه. طبعا كان الزيت صراحه خلص فحطيت زيت نظيف، غسلتها بصوا زي ما تلاحظوا غسلتها وحطيت فيها زيت نظيف، لان كان الزيت اللي جواها صفيته واشتغلت بيه في المكرونه وفي الصلصه وفي
هتحطيهم بقى تقليهم على الوشين وتطلعيهم على مناديل الورق زي ما انتوا شايفين. لو ما كانش خلص الزيت فهيكون قل زوديه، لكن انا كان خلص عندي فغسلت الحله كويس وحطيتها على نظافه زي ما انتوا شايفين. عايزه تشوحيهم في معلقه سمنه او زيت على النار من فوق البوتاجاز او تحت الشوايه براحتك، بس انا صراحه بحبه بالطريقه دي، ان انا اقليه. ولو كمان كان في من نفس الزيت بتاع البصل كان هيبقى طعمه جدا خطير يعني. بس هو شويه الزيت كانوا خلصوا، فانا حطيت زيت نضيف بعد ما غسلت الحله زي ما انتم شايفين ونشفتها وايه وقليته فيها زي ما انتم شايفين كده، بيبقى مقرمش وجميل. وبما بطلعه بقى ويشرب ويعني على المناديل الورق واروح نقليه في حاجه تانية، بروح بقى رش عليه بقى رشه ملح وكمون وشطه، ملح وكمون وشطه على بعض، واروح رشهم حبايب قلبي. انا عامله كده في الملاحه بتاعت الملاحه كده صغيره، حاطه واحده فيها ملح وفلفل عشان لو احتاجنا للفراخ ولا للحمه واحنا بناكل، وعامله واحده تانية للملح والكمون والشطه وكركم عشان الالتهابات. بحطهم كلهم دول برضو بقى يعني اي حاجه مقليه بقى زي ايه، زي بطاطس مقليه اهو، ملح وكمون وشطه وكركم، حلو الالتهابات الكركم زي ما قلت لكم. فده برش كده رشه على العيش زي كده، على البطاطس، ممكن احط منه على الفول، يعني حاجات معينه كده. تمام. كل ما اطلع حبه هعمل فيها نفس المنظر ده، رشه كده حلوه وهو سخن كده فيشرب منها، يبقى بتتبل وجميل ومقرمش، خطير 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 يا جماعه. جربوا كده ومش هتندموا. العيش البلدي موجود في كل حته وفي كل بيت. دول لسه مطلعاهم على المناديل عشان لسه مطلعاهم سخنين، فعشان يشرب كده المناديل اي زيت زياده. والدقه خلاص والبصل خلاص، كل حاجه خلاص. نغرف بقى مع بعض احلى طبق كشري مصري. ولا وكشري ما شاء الله الله اكبر، يعني كشري الحله الواحده. الله الله الله، بصوا الاكل سخن وجميل، طفيت عليه ونقلته من عين لعين ولسه سخن ملهلب اهو. وخلصنا الصلصه زي ما قلت لكم، بحط حبه في طبق وازود عليها شطه كتير للي حابب بقى ايه، يبقى هي دي الشطه بتاعتنا، ما بحطش شطه زيت يعني. بصوا الحاجه بسم الله ما شاء الله. انا صراحه مش هغرف على طبق واحد عشان اوريه لكم، لكن انا لسه بقى اولادي اللي في الكليه واللي في الشغل واللي في الدروس واللي فمش هغرف دلوقتي على طبق بس عشان اوريه لكم وناكل احنا براحتنا بقى. تحطي البصل من بره، تحطيه من فوقيه براحتك، تحطي ممكن الدقه والشطه والصلصه في ازايز مثلا لو انت حابه، برضو انت ظبطي دنيتك. انا غرفت الطبق في الاول وريته لكم، لما حطيت لكم كده العيش بالطريقه اللي انتم شايفينها دي، بتحط طبقه من تحت اللي هي رز والمكرونه وفوقيه الصلصه وفوقيه البصل. والف هنا وشفا على كل اللي هياكل. انا بحبكم في الله، ما تنسوش اللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.